مساء الفل على الكل. حلقتنا النهارده موجهه بشكل اساسي لاهل مصر الحلوين الفرحانين بالزيادات الجديده اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن عنها في زيارته بمحافظه بني سويف، واللي كانت اصلا زيارته للتعزيه في ضحايا اعصار ليبيا من ابناء المحافظه، وطبعا علشان افتتاح كام مشروع قومي كده من اللي الرئيس متعود يفتتحهم كل يوم الصبح. وطبعا اول ما اعلن عن الزيادات عمت الافراح واشتغلت الحسابات على مقدار الزيادات، بس المره دي بقى احب اقول لك من غير تفكير ومن غير حوار السيسي ولعها نار. طب نخش في الموضوع على طول ومن غير لف ولا دوران. هو الرئيس السيسي كان رايح بني سويف ليه اصلا؟ يعني في ناس لما عرفت بالزيادات الجديده نسيت المشروعات اللي كان الرئيس السيسي افتتحها في الزياره اصلا. الرئيس في الزياره افتتح مشروعات حياه كريمه الخاصه بمحافظه بني سويف، واهل قرى بني سويف لخصوا اهميه المشروع ده في كلمات بسيطه جدا خرجت بعفويه من الراجل ده. مستعجل انت طبعا وراسك بتاكلك، عايز تعرف كام زياده المرتب وامتى هتطبق، ويا ترى الضرايب على الزيادات الجديده هتوصل لفين وهتروح فين؟ بقول لك ايه، ما تروحش لا شمال ولا حتى يمين، خليك معايا وانا هبدا من طقطق واقول لك كل حاجه عن حجم الزيادات والمستحقين ليها لحد السلام عليكم. بص بقى يا برنس، الزياده اللي اعلن عنها الرئيس السيسي هيستفيد منها بالصلاه على النبي كده 20 مليون مواطن تقريبا، منهم 4 مليون مواطن اللي هم شغالين في دواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعه ليها، ده غير العاملين في الهيئات الاقتصاديه وشركات القطاع العام والاعمال. وطبعا زود عليهم حبايبنا بتوع حياه كريمه واصحاب المعاشات، واللي هم 5 مليون مواطن بتوع حياه كريمه و11 مليون مواطن بتوع المعاشات. طب ايه هي بقى الزيادات يا ست جنى؟ يا عم هقول لك، اصبر عليا الله يرضى عليك. فتح كلام كده بالصلاه على النبي، زياده علاوه غلاء المعيشه الاستثنائيه بقت 600 جنيه بعد ما كانت 300 جنيه. زياده علاوه غلاء المعيشه الاستثنائيه لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. الحد الأدنى الإجمالي للدخل لموظفين الدرجة السادسة بقى 4000 جنيه بدل 3500 جنيه. زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة اللي يصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقاق. طب شوف اللي جايه علشان تعرف ان الرئيس مركز بره وجوه وعارف مشاكل الشعب. رفع حد الاعفاء الضريبي بنسبه 25%، يعني بدل ما كان 36000 جنيه اصبح 45000 جنيه. رفع الحد الاعفاء الضريبي بنسبه 25%، وذلك من 36000 جنيه إلى 45000 جنيه، وده لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام زي ما قلت لك في البداية. يا عم ركز معايا شوية الله يرضى عليك علشان ما نفضلش نعيد الكلام كتير. نروح بقى لحبايب قلب الريس محدودي الدخل وأصحاب المعاشات والمستفيدين من المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللي عملت شغل عالي قوي في قرى مصر، من تبطين ترع لرصف طرق لمساكن نظيفة وشيك، غيرت حياة سكان القرى للأفضل وللأجمل زي ما بيقولوا بنفسهم في البرامج واللقاءات. حبايب الريس نابهم من الزيادات الجديده حبه حلوين. خد عندك تاني، المستفيدين من معاشات حياه كريمه هيتم زياده اعدادهم بنسبه 15%، يعني تقريبا هيبقى الاجمالي 5 مليون أسرة. مبسوط ولا لسه حاسس ان الزيادات المرة دي قليلة؟ لو لسه مش مبسوط عايزة اقول لك ان في 11 مليون مواطن كمان اللي هم اصحاب المعاشات تم زيادة معاشاتهم 300 جنيه زيادة، يعني الزيادة بقت 600 جنيه. وضاعفت المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن. وحبايبنا الصحفيين اللي عايشين في خيرهم كلنا وبينقلوا الانجازات وبيشاوروا على الفساد موجودين ضمن اهتمامات الرئيس، وعلشان كده بدل التدريب بتاعهم هيزيد 300 جنيه. سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة. واخر حاجة شوية قرارات على الماشي، منها اطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين في سداد القروض للبنك، واعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات، تأخير سداد الاقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد اقصى نهاية 2024، اعفاء المتعثرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة
لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى بنهاية 2024. نخش دغري بقى في الأهم. أنا ماشية معاك أهو واحدة واحدة. خلصنا الزيادات وعرفنا هتكون كام، كده ناقص نعرف امتى الكلام ده هيتم، والقرارات دي هتتحول لأفعال امتى بالظبط، علشان احنا رجال أفعال لا أقوال. الأقوال إن شاء الله هتتحول لأفعال بداية من أكتوبر اللي جاي بالنسبة للصحفيين، وتقريبا كده لباقي المستفيدين. ووزير المالية قاعد بيحسب الحسابات وبيظبط التظابيط علشان الميزانية تبقى في السليم. كده ما فاضلش غير مجلس النواب يعتمد القرار علشان نقبض على طول. نروح للناحية التانية اللي بتسأل وتحب تستفهم أكتر عن أي حاجة، اللي هو ليه الزيادات جت في الوقت ده تحديدا. أنا هديك اختيارات وأنت اختار بينهم. 1، الانتخابات الرئاسية قربت وده خطاب انتخابي علشان يفكرنا بإنه مش نسينا وسامع شكاوينا من ارتفاع الأسعار زي ما قالوا هو بيعلن عن الزيادات. طب والله ممكن، بس مش معنى الزيادة إنه بيقولك انتخبني. في حاجات تانية عملها كان ممكن يقولك انتخبني عليها لو كان يقصد يعني إنه يشتري صوتك. طب رقم 2، تمهيد لعملية تعويم جديدة للجنيه وخفض قيمته. ربما مفيش حاجة بعيدة، بس مش عايزاك تنسى إن الرئيس قال قبل كده في الفيديو إن مفيش تعويم علشان خاطر الشعب وأمن مصر. طب ما تيجي تسمع معايا كده في الفيديو. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا احنا نقعدش في مكاننا. لا ما نقدرش، حتى لو الكلام ده يتعارض مع حتى لو الكلام ده يتعارض امال ايه. طب رقم 3 بقى، ودي التقيلة، يا ترى علشان مراجعة صندوق النقد اللي هتتأجل للمرة التانية. والله يا سيدي الفاضل ويا ست الهوانم، المراجعة دي بتتأجل علشان الكلام اللي الرئيس قاله في الفيديو اللي فات، وطبعا انا مش هعيده تاني. ابقى راجع انت الفيديو براحتك علشان ما اطولش عليك اكتر من كده، وكمان علشان وقت حلقتنا بينتهي. ومع نهاية حلقة الزيادات والمرتبات والاعفاءات احب اقول لكم اشوفكم في حلقة جديدة وترند جديد. ومش عايزاك تنسى ان مع كل ترند ومع كل حوار جنى هتولعها نار. وسلام عليكم.